يلا بينا اوريكم طبق الكبده ده نعمله ازاي في البيت وباسهل طريقه وما تشتروش من بره. رحمه الله وبركاته، معاكم مطبخ ماما. النهارده هعمل لكم كبده، الكبده المصري بتاعتنا. وكل سنه وانتم طيبين، وحشتوني كتير. يا رب وصفاتي تعجبكم، وصفه الكبده النهارده تعجبكم. تابعوني وخليكم معايا. هنا معايا كبده هيت وفيها حتت ليا، هنزل بيها تشويح على طول على النار. والكبده يا جماعه ما بتتغسلش عشان القيمه الغذائيه والفايده بتاعتها ما تروحش منها. يا جماعه انا بقى بشوح الكبده اهي على النار، وفي هنا بصل اهو، وثوم وفلفل وكمون وطماطم وفلفل على شطه مقطعهم مع بعض. احط شويه فلفل اهو، هنزل بقى بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشوح الكبده بالبصل اهي، بشوح الكبده بالبصل. احط شويه كمون، اهو يا حبايب قلبي اهي بتتشوح اهي. الكبده بتتشوح مع البصل اهي والفلفل وشويه كمون على النار اهي. ريحتها بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. والفلفل طبعا يعني اللحمه، اي لحوم كبده او لحمه او فراخ لازم نحط فلفل عليها، بتدي ريحه. او على راي جدتي بتقول شمخه في الاكل كده، تلاقي فيه ريحه جميله في الاكل، او نفس الاكل بيبقى طالع. اهو يا حبايب قلبي الكبده بشوحها اهي. هنزل بقى بالطماطم والفلفل عليها، هي بقى كده بتتشوح تمام. بعد ما تتشوح هرجع لكم تاني اوريكم شكلها ايه. يا حبايب قلبي الكبده اتشوحت خلاص. هننزل بقى باخر حاجه الثوم عشان تديها ريحه كده وتشويح. هي الكبده تشويح فقط لا غير. اوعي تزودي ميه، هتشد معاكي زي الاستك زي ما بيقولوا، مش هتبقى حلوه. هي كده اهي، بسم الله ما شاء الله عليها اهي، طعمها روعه. جربيها وايه واعمليها وكده، قولي لي ايه رايك. طعمها جميل جميل جميل، انا دوقتها قدامكم حلو. اخر حاجه بقى هحطها الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه بلاش تشتروا حاجات من بره، الحاجات مكلفه قوي بره وغاليه. اعمليها في البيت، اعملي اي حاجه في البيت، اطبخي بايدك لعيالك ولجوزك. بلاش تشتروا حاجات من بره، صدقيني الحاجات بتلاقي لو رحت جبت كبده. انا دخلت مطاعم كتير كلها بصل، ملاش ريحه الطعم. انت اعمليها لعيالك بايدك، الحاجه تبقى نظيفه بايدك وشايفاها انت حاطه ايه على ايه وايه اللي معمول فيها، وعيالك بياكلوها وانت مطمنه انك انت اللي عاملاها. لكن بره بتجيبي له السندوتش بيحطه في بقه انت مش عارفه فيه ايه، والله ما ريحه الطعم. جربوا اعملوا الحاجه بايديكم، بلاش تشتروا من بره. هي كده خلاص. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه
واللايك والشير وتفعيل زر الجرس. مطبخ ماما، ويا رب الكبده بتاعتي تعجبكم. بألف هنا. باي باي يا حبيبي. كده يا حبايبي الطبق خلص خلاص اهو، وفي منتهى الجمال. مش عايزه اقول لك طعمه عامل ازاي بقى، انت جربيه وقولي لي ايه رايك، ويا رب يعجبكم. والله والله اللي بيصوروني بالكاميرا ما يقدروش يستنوا، على طول جابوا العيش وكلوا، وانا بدوق معاكم اهو. طعمه روعه روعه روعه. بألف هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مطبخ بابا، وتابعوني على طول عشان تشوفوا